الصورة اللي قدام حضرتك دي بتوضح حالة العالم الأوروبي بعد انتهاء الحرب العالمية التانية. خليك فاكرها، هنحتاجها قدام. كمان الصورة دي لرئيس أمريكا جون كينيدي اللي مات مقتول، ولكن ده مش موضوعنا الست اللي جنبه واللي بيكرمها واللي ليها دور كبير جدا في قصتنا، فبرضه خليك فاكرها جدا جدا جدا. كمان الصورة دي لدواء اسمه الثاليدومايد واللي هو البطل بتاع قصتنا، خليك فاكره مع الصورتين اللي فاتوا. لكن دلوقتي قبل ما نبدأ الحلقة محتاج أنبه على حضراتكم إن الصور اللي هتشوفوها قاسية جدا، فياريت تبعدوا عن أي طفل جنبكم. أما الآن فلنبدأ. في سنة 1945 الحرب العالمية التانية انتهت، لكن المفاجأة إن حرب من نوع تاني ابتدت. حرب سماها دكاترة الاقتصاد في الوقت ده حرب البقاء والوجود. أوروبا بعد الحرب زي ما كان متوقع كانت متدمرة، كل حاجة تقريبا كانت زي الرماد. الاقتصاد الأوروبي كان واقف على رجله بصعوبة، الصناعة كانت أقل بحوالي 88% من الصناعة اللي كانت قبل الحرب. ولك أن تتخيل إن كمان الزراعة كانت أقل بحوالي 83% مقارنة بقوتها قبل الحرب. والشيء الصادم أكتر واللي بيوضح حالة الاقتصاد في الوقت ده إن الصادرات الأوروبية كانت تقريبا نص ما كانت عليه قبل الحرب، يعني التجارة تقريبا مش موجودة، وبالتالي الناس عايشة في ضغط كبير، مش لاقي أكل مش لاقي شرب. ونتيجة لكل الظروف دي بدأت الشركات الصناعية في أوروبا تتهافت على الإنتاج، كله عاوز ينتج عشان يبيع، منها يملك السوق اللي ملوش صاحب، ومنها يعوض خسارته اللي خسرها أثناء الحرب. ومن بين الشركات دي كانت شركة دوائية ألمانية اسمها تشيمي جرونانثيال، اتأسست بعد الحرب وبدأت تنتج أدوية جديدة. وبالفعل ففي عام 1954 وبعد انتهاء الحرب ب9 سنين فريق البحث في شركة جرونانثيال بقيادة الدكتور اسمه هانريش موكتور، وخليك فاكر اسم الراجل ده كويس لأننا هنحتاجه بعدين، اكتشفوا مادة جديدة سموها الثاليدومايد. مادة قالوا عليها إنها حل سحري لمشاكل القلق والأرق. المشكلة مش هنا، المشكلة والكارثة إنهم قالوا إنها مناسبة وآمنة كمان للحوامل، واللي هتفيدهم برضه في علاج الغثيان الصباحي. يسكتوا؟ لا، ما يسكتوش، يعملوا كارثة أكبر وأكبر، فيقولوا إنها كمان آمنة جدا للأطفال. وبالفعل الدواء نزل السوق تحت اسم كونترجان، خد بالك ده الاسم التجاري، لكن المادة الفعالة هي الثاليدومايد. يعني زي مثلا عشان نكون فاهمين الاسم التجاري بنادول، لكن المادة الفعالة اللي في البنادول هي الباراسيتامول. ممكن حضرتك تكون مقتنع ان الدواء كمنتج من شركة ألمانية اتباع فقط في ألمانيا، لكن أحب أقول لحضرتك إن ده ما حصلش. ده الدواء اتصدر ل 46 دولة في 4 قارات، في أوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وتحديدا كندا. ولو اتصدمت فاستنى اللي جاي. الأرقام بتقول إن حوالي 5 مليون شخص أخذ حوالي 300 مليون حباية دواء بس في ألمانيا. اللي خلى الدواء ينتشر كده إنه كان فعال جدا، وكمان كان متاح بسهولة، وده بسبب انتشار العينات المجانية والدعاية الضخمة اللي عملتها الشركة. لكن للأسف كان في نقص في التجارب العلمية على البشر وخصوصا الحوامل، وبالتالي النتائج ما كانتش موثوقة. طبعا في سؤال جه في بال حضراتكم، وإني قاعد أتكلم عن خطورة الدواء وإنه مش آمن، بالرغم إني لسه قايل بعظمة لساني إن الدواء ليه تأثير علاجي كويس. فين المشكلة؟ أحب أقول لحضرتك إن المشكلة مش في تأثيره العلاجي، لأ، المشكلة في آثاره الجانبية الخطيرة جدا. بمعنى إنه هيعالج حضرتك من التوتر والقلق، لكنه هيسبب لك ضرر أكبر بكتير. الضرر اللي كان بيسببه الثاليدومايد واللي ما كانش حد عارفه، وإن الحامل لما تاخد الدواء ده هيسبب تشوهات في الأجنة، تشوهات على هيئة إن الطفل يتولد بمشاكل في الأطراف. ولك أن تتخيل إن المشاكل دي بتوصل لإن الطفل بيتولد من غير أطراف نهائيا، بمعنى إن هو بيتولد من غير إيدين ومن غير رجلين، وكمان بتكون عنده مشاكل في القلب وتشوهات في أماكن تانية. وأول حالة اتسجلت لطفل اتولد وعنده التشوهات دي كانت لطفل اتولد في يوم 25 ديسمبر عام 1956. المفاجأة هنا إن الطفل ده كان ابن موظف في الشركة نفسها، شركة جرونانثيال، لكن وقتها كان لسه مفيش ربط بين الدواء وبين التشوهات. بمرور الوقت
الحالات بدأت تظهر واحدة ورا التانية، والأعداد بدأت تتزايد كل يوم لحد ما في أوائل الستينيات، يعني بعد 4 سنين من ظهور أول حالة، وصل عدد الأطفال المصابين بالتشوهات ل10,000 طفل في أوروبا فقط. أنت متخيل كام طفل في أوروبا فقط؟ لو فاكر فأنا قلت لك إن ده اتصدر لحوالي 4 قارات، فعاوز حضرتك تسرح بخيالك وتقدر عدد الأطفال المصابين في العالم كله. طبعا ما بين عام 1956 و 1960 كان في دكاترة كتير لاحظوا خطورة الثاليدومايد وحذروا منه ومن خطورته، لكن الشركة تجاهلت التحذيرات دي. من الدكاترة دول كان دكتور ألماني اسمه ويدكايند لينز ودكتور استرالي اسمه ويليام ماكبرايد. بالرغم من ان الاتنين دول ما يعرفوش بعض، لكن الاتنين اتوصلوا لنفس النتائج، وهي ان في ربط بين التشوهات والثاليدومايد. الشركة في الفترة دي وتحديدا عام 1959 لعام 1960 كانت مستمرة في بيع الدواء، لا وكمان زودت الحملة الدعائية بتاعتها عشان تغطي على كلام الدكاترة اللي بدأ ينتشر في الجرايد وينزل الشوارع. كانت بتبرر التشوهات اللي بتحصل بأنها بتحصل نتيجة عوامل وراثية أو بسبب التغذية، لكن الأكيد إنه مش بسببها. لكن مع تصاعد الأحداث وقيام دكتور ماكبرايد بنشر تحذير سنة 1961، بالإضافة لقيام الدكتور لينز بتقديم بيانات صادمة وحقيقية للجهات الطبية في ألمانيا، قامت شركة جرونانثيال بسحب دواء الثاليدومايد من السوق في نوفمبر عام 1961. لكن نتيجة العدد الهائل من الشكاوى والدعوات المرفوعة على الشركة، فتح أكبر ملف قضائي في تاريخ ألمانيا وقتها سنة 1968. والاتهامات كانت كالآتي: رقم 1 الإهمال الجسيم، رقم 2 التسبب في أذى جسدي دائم، رقم 3 التضليل المتعمد. لكن اللي حصل بعد كده كان صادم جدا. في عام 1970 القضية اتقفلت بدون إدانة أي حد بحجة ضعف إثبات النية الجنائية بعد مرور الزمن. يعني بالبلدي كده هما ما قدروش يثبتوا هل ده حصل بسبب إهمال الشركة وبالتالي تحاسب، ولا ده كان خطأ وارد جدا إنه يحصل. لكن أنا لما بحثت شوية لقيت إن الدكتور هانريش موكتور، فاكرينه اللي كان رئيس الفريق اللي اكتشف مادة الثاليدومايد، أهو موكتور ده واللي المفروض ما يتقالش عليه غير المجرم موكتور، قام بتجارب علاج التيفود في الماضي بشكل غير قانوني على السجناء في معسكر أوشفيتس النازي ومعسكرات أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية. وعشان كده الأمريكان كانوا عاوزين يقبضوا عليه، وبالفعل قبضوا عليه سنة 1945، لكنه تجنب الملاحقة القضائية بفضل عملية مشبك الورق ودخل في الصناعة الدوائية الألمانية. طب إيه هي عملية مشبك الورق عشان تكونوا معايا في الصورة؟ عملية مشبك الورق ببساطة كانت كالآتي: بعد ما الحرب العالمية الثانية خلصت سنة 1945، أمريكا لقيت نفسها قدام اختيار صعب، يا إما تحاكم العلماء الألمان اللي اشتغلوا مع النظام النازي أو تستفيد منهم قبل ما الاتحاد السوفيتي يخطفهم، فاختارت الحل التاني. عملية مشبك الورق كانت برنامج سري أمريكي هدفه نقل علماء نازيين سابقين وتبييض الملفات بتاعتهم وحمايتهم من المحاكمات مقابل إنهم يشتغلوا لصالح أمريكا. طب ليه سموها مشبك الورق؟ عشان كان بيحطوا مشبك ورق على الملفات بتاعتهم فتعدي وتدخل من غير تدقيق. من ضمن العلماء دول كان مين؟ كان موكتور، واللي كان المسؤول الأول بعد كده عن اختراع دواء الثاليدومايد. فأظن الصورة وضحت، وإن موكتور اللي كان بيجرب الأدوية اللي بيصنعها بإهمال شديد على معتقليه أثناء الحرب، قرر إنه ينتج دواء تاني بنفس الإهمال، لكن تأثيره المرة دي كان على مستوى العالم كله. طبعا الموضوع واضح جدا انه خطأ من الشركة، وعشان كده الشركة عملت تسوية مع المتضررين، تقدمت تعويضات بحوالي 100 مليون مارك ألماني لدعم الضحايا مدى الحياة. لكن هل فلوس الدنيا كلها تساوي انك تقضي حياتك كلها وانت عاجز؟ اكيد لا. كارثة الثاليدومايد غيرت الطب للأبد. في أمريكا قوانين الأدوية أصبحت أكثر صرامة بشكل غير مسبوق. أي دواء لازم يثبت الأمان والفاعلية خصوصا على الحوامل، مش بس في أمريكا، لا في العالم كله. فبقى في تجارب دوائية أكثر دقة وأكثر صرامة، وظهر مفهوم اليقظة الدوائية، وهو ببساطة المتابعة الدقيقة لأي دواء بعد ما ينزل السوق عشان نعرف إذا كان آمن ولا لا، خصوصا على المدى الطويل.
وقبل ما انهي عاوز احكي قصة لشخصية عظيمة قدرت تحمي آلاف الأطفال وأسرهم من ضرر الثاليدومايد، فكانت من الناس اللي حذروا من خطورة الثاليدومايد سنة 1958، بل قدرت كمسؤولة إنها تمنع دخول الدواء ده لبلدها أمريكا. هي الدكتورة فرانسيس أولدهام كيلسي اللي كانت وقتها باحثة في ال FDA اللي هي هيئة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية. الدكتورة فرانسيس شافت إن الدواء ده ما اتعملش عليه تجارب كافية تأكد سلامة الدواء، وبالرغم من ضغط المجتمع وأعضاء الحكومة عليها بإن الدواء ده اتصدر لبلاد كتير وكله أجمع إن الدواء ده مفيد، هي رفضت وأصرت على موقفها بإن الدواء ده مش هيدخل أمريكا. وبعد ما الأعراض الجانبية للثاليدومايد ظهرت وانتشرت الكوارث اللي بيعملها للأجنة، بدأ الناس يشكروها إن هي قدرت تحميهم من الدواء الكارثي ده. وبالفعل في عام 1962 الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي كرمها ادالها اعلى وسام مدني لموظفي الحكومه الفيدراليه. الثاليدومايد ما كانش مجرد دواء فاشل، لكن كان مرايه شفنا فيها الطماع زي المجرم مقتل، وشفنا فيها الشجاع الامين زي الدكتوره فرانسيس والدكتور ميك برايد والدكتور لينز. حكايه دواء بتثبت لنا ان الاخلاق اهم صفه في الانسان، الانسان الذي يتخلى عن اخلاقه تحت شعار الاموال يتخلى عن انسانيته. شكرا، سلام.